أهلاً بيكم في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة. حلقتنا عن سيدة مصر الأولى، السيدة جيهان السادات، واللي كان لها دور بارز في السياسة المصرية والنهوض بقضايا وحقوق المرأة. اتولدت جيهان صفوت رؤوف في 29 أغسطس عام 1933 في جزيرة الروضة في القاهرة. والدها كان الطبيب صفوت رؤوف، ووالدتها جلاديس تشارلز بريطانية الأصل. درست جيهان في المدارس الحكومية المصرية، وفي سن 15 سنة قبلت دعوة صديقتها لزيارة السويس، وهناك اتقابلت مع الضابط السابق أنور السادات، وكان لسه خارج من السجن. والد جيهان قلق بسبب العلاقة بين جيهان وأنور السادات، وده بسبب فرق السن بينهم وبسبب إنه كان لسه خارج من السجن. ورغم كده تم الزواج بينهم، وبدأت رحلة استمرت 32 عام مع رجل أصبح رئيس مصر وغير مجرى التاريخ في الشرق الأوسط كله. وبدأت جيهان في تغيير وضع المرأة، وأنشأت عام 67 جمعية تعاونية في قرية تلا في المنوفية لتعليم الفلاحات الحرف اليدوية. وخلال حرب 73 كانت رئيسة الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري ورئيسة الجمعية المصرية لمرض السرطان، وأنشأت دور للأيتام ومرفق لإعادة تأهيل المحاربين المعاقين. وفي عام 79 صدر قانون لتسجيل الطلاق أطلق عليه قانون جيهان. القانون بيلزم الزوج إبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق، وأعطى القانون حق للمرأة في تحريك دعوى قضائية للحصول على نفقة. أطلق على السيدة جيهان السادات اسم أم الأبطال، وده بسبب دورها في حرب أكتوبر. وبعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات دخلت جيهان حالة حداد لمدة عام. بعدها خرجت واستأنفت إلقاء المحاضرات وإعداد الدكتوراه في جامعة القاهرة. حصلت السيدة جيهان السادات على وسام الكمال، وأطلق اسمها على محور الفردوس. وقبل وفاتها يوم 9 يوليو 2021 أوصت بدفنها بجوار حبيبها وزوجها السابق الرئيس الراحل أنور السادات. وتم تنفيذ الوصية بعد جنازة عسكرية مهيبة، هي الأولى لسيدة في مصر، وده تكريماً لدورها الوطني. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة.